معادلة السلام مقابل السلام التي وضعها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل وخلال وبعد التوقيع على اتفاقيات التطبيع المسمى باتفاقية أبراهام، يبدو أنها لا تنسحب على السعودية، لأن مطالب الرياض تحشر واشنطن وتل أبيب في الزاوية، ودون الحصول عليها لا يمكن التقدم في التطبيع. علما أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هينغبي صرح هذا الأسبوع أن الاتفاق مع المملكة ما زال بعيدا جدا على حد تعبيره. وفي هذا السياق قال مائر الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اختار وصف الحوارات التي تديرها بلاده بهذا الشأن بالقول: يمكن أن يكون هناك تقدم في الطريق إلى اتفاق بين السعودية وإسرائيل. وجاءت أقوال بايدن خلال اجتماع متبرع تحضيرا لحملة الانتخابية الرئاسية في عام 2024. وشدد على أن ما يقف وراء هذا التفاؤل الحذر للرئيس الأمريكي هي الحوارات التي قام بها مؤخرا مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة جيك ساليفان مع جهات سعودية في جدة. بن شابات أوضح أنه منذ وصول إدارة بايدن إلى الحكم لم يتم تسجيل أي إنجازات مهمة في مجال التطبيع، مضيفا: صحيح أنهم في واشنطن عبروا عن رغبة علنية وصادقة في الاستمرار في تحريك الاتفاقيات، إلا أن النتائج كانت قليلة جدا، ودائرة الدول المشاركة في الاتفاقيات لم تتوسع، والتقدم في القنوات التي فتحت خلال الإدارة السابقة باستثناء قمة النقب التي تكمن أهميتها في مجرد حدوثها، لم يتم تسجيل أي مشاريع مدنية كبيرة بمشاركة واسعة من دول الاتفاقيات. ولفت المسؤول الأمن الإسرائيلي إلى أنه لم يتم استكمال اتفاق العلاقات مع السودان وتخييم على مستقبله اليوم غيمة الحرب الأهلية التي اندلعت هناك، حتى مع المغرب، حيث وصلت علاقتنا معه إلى أبعاد كانت مجرد حلم فقط. التحسن في العلاقات معه جاء بسبب الخطوة التي قامت بها إسرائيل الأسبوع الماضي: الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، إذ قال في مقاله الذي نقلته مؤسسة الدراسات الفلسطينية إلى العربية: إدارة بايدن لا تستطيع طرح أي إنجازات حقيقية في قضايا اتفاقيات السلام، وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يجب التشكيك في صدق تصريحات وطموحها بالوصول إلى تطبيع بين السعودية وإسرائيل. إنجاز كهذا سيعد إنجازا لمصلحة الرئيس بصورة خاصة، ويساعده عشية الانتخابات سياسيا، كما يقلل الانتقادات الموجهة إليه بشأن التخلي عن الشرق الأوسط، ويعطي بعدا حقيقيا لالتزامه بالاستمرار في اتجاه الذي أدت إليه اتفاقية أبراهام، ويمنحه أدوات لتحقيق أهداف مهمة أخرى كالقضية الفلسطينية.